يلا نعمل مع بعض احلى كشري ممكن تاكليه. اول حاجه ببدا بحمر البصل في زيت. بكون مقطعاه بالشكل ده، مكعبات. الصلصه توم مهروس بشوحه في زيت ما يحمرش قوي، وبحط عليه طماطم. الحمص هنزلكوا طريقته. هنا بعد ما شلت البصل بحط مكانه شعرية وبشوحها كويس لحد ما تحمر. آه، وبتبقى بالشكل ده. بعد كده بكون بغسل الرز وبصفيه وبنزل عليه على الشعرية، وبقلبهم كويس قوي مع بعض. وبكون بغلي مية اضيفها عليه لحد ما تغطي الرز وتكون اعلى منه بحاجة بسيطة المية بالشكل ده. هنا بعمل الدقة، بجيب شوية زيت وبشوح فيهم توم مهروس، وبنزل عليهم بشوية مية وبضيف لهم وكزبرة. ملح وكمون هنا وبابريكا. بقى كنت حطيت العدس، لاني كنت سلقته ويعني بخرجه ويكون مستوي كويس جدا. واول ما الرز عندي يستوي بالشعرية بحط عليه العدس، والعدس مستوي. وبقلبهم مع بعض بس يعني حوالي مثلا 10 دقايق كده على النار، وبطفى عليه. الصلصة برضو كانت استوت، وطبعا بتضيف لها الملح والبهارات بتاعتها. البصل عشان يطلع معاكي مقرمش بتضيفي له معلقه دقيق ومعلقه نشا وشويه ملح.